السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معايا في قناتي بيزغوسات. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا طريقة تحضير كريم كراميل كيجي لذيذ بزاف، كذلك المكونات ديالو جد اقتصاديين. بقاو معايا باش تشوفوا الطريقة كذلك المقادير، وما تنساوش تشاركوا معايا في القناه. بالنسبه للمقادير عندي 100 غرام ديال السكر حبيبات، عندي 4 البيضات كبار الا كانوا عندكم الصغار استعملوا 5، عندي 3 الاكياس ديال السكر فانيلا وجوج معالق كبار ديال السكر حبيبات ونصف لتر ديال الحليب. اول خطوه غادي نحضرها هي طبقه ديال الكراميل. غادي نضيف السكر حبيبات وما نحركوش، غادي نخليه بحال هكاك فوق نار مهيله حتى كيبدا يذوب كيف كتشوفوا معايا. كنذكر ما تحركوش وما تخليوش يطيب بزاف باش ما يمررش لكم. هكذا عندي انايا راه واجد. غادي نصبو في القالب. انا استعملت القالب ديال السيليكون، يمكن لكم تستعملوا اي قالب متوفر عندكم، يعني كيبقى لكم حريه الاختيار تستعملوا الشكل اللي بغيتو، غير هو انكم تستعملوا الشكل لانه كيف كتعرفوا هو اللي غادي يلعب دور كبير في التقديم. ونمشي نحضر الطبقه ديال الكريم كراميل. نضفت الحليب وغادي نضيف البيض وغادي نضيف السكر الفانيلا. كنذكر 3 الاكياس ديال السكر فانيلا، ومن بعد غادي نضيف 2 معالق كبار ديال السكر حبيبات. كنعاود نذكر المقادير كذلك، راني غادي نكتب لكم المقادير في صندوق الوصف تحت. عندي نص لتر ديال الحليب وجوج اكياس 3 الاكياس ديال السكر فانيلا عفوا، وجوج معالق كبار ديال السكر سنيده و4 ديال البيضات. كيف كتشوفوا معايا هنا صبيت الخليط في القالب وغادي نحطو في قالب اخر وغادي نكب عليه الماء سخون. ضروري يكون الماء سخون، غير هو ما نعمروش بزاف باش ملي ندخلوه الفرن هذاك الماء ما يبداش يغلي ويطيح ليا في الكريم كراميل اللي حضرنا. كيف قلت غادي ندخلوه الفرن مده ديال ساعه. غتقولوا لي كيفاش غنعرفوه راه طيب؟ غادي تعرفوه ان شاء الله الا غرستو عود ديال السنان وخرج لكم نظيف، معناه راه طاب. ندخلو الثلاجه مده ديال 4 السوايع. ضروري انه يبقى في الثلاجه مده ديال 4 السوايع، لانه اذا قلبتوه هو باقي سخون فالكريم كراميل ديالكم غادي يطيح كله، ما غاديش يكون شاد القوام ديالو. وكيف كتشوفوا معايا غادي تجيبوا منديل يكون سخون مزيان وتحطوه في القاع ديال القالب باش هذاك الكريم كراميل ديالنا ينزل. كيف شفتوا معايا المراحل الاعداد جد سهله، كذلك سريع، ومكونات ديالو اقتصاديين في كل بيت. نتمنى الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، وما تنسوش تشاركوا معايا في القناه باش توصلوا بالجديد. وشكرا على المتابعه، والى الملتقى في وصفه جديده ان شاء الله.